مساء الخير. بنحيي كل مشاهدينا عبر شاشة القناة الثانية الأرضي والفضائي في التلفزيون المصري وشاشة الفضائية المصرية الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وحلقة جديدة وخط أزرق، البرنامج المهتم بشؤون إسرائيل من باب اعرف عدوك. النهاردة ومن خلال هذه الحلقة إن شاء الله هنأخذ جانب البحث العلمي. ولما بنتكلم عن هذا الجانب فاحنا بنقول ان قاطرة التنمية واي دولة بتتقدم بالبحث العلمي والكلام الكتير حول هذا الموضوع. لكن احنا هناخد جزئية البحث العلمي في اسرائيل واهتمام اسرائيل بالمراكز البحثية والعلماء واستقطاب العقول، ودي النقطة الرئيسية اللي هنركز عنها النهاردة او عليها النهاردة. ازاي بيستقطبوا العقول المصرية سواء بإغراءات علمية أو بنوع من أنواع الاختراق من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل. هنشوف كمان ميزانية البحث العلمي في إسرائيل اللي بتتخطى أو يعني القائمين على الحكومة في إسرائيل بيحاولوا أن هي تتخطى 8% من الناتج القومي لإسرائيل، وده رقم عالي للغاية إذا ما قورن بالدول العربية مجتمعة أو مصر. احنا في الموازنة الجديدة مثلا بنحاول ان احنا نقرب ميزانية البحث العلمي ل1% أو أقل قليلا من الناتج القومي المصري. لكن قبل الميزانيات الأخيرة كان الرقم هزيل للغاية، 0.2% من الدخل القومي في مصر، وكل الميزانية دي موجهة للأجور. فازاي بنقارن أو بنحاول ان احنا نقول يعني نعقد مقارنة ما بين البحث العلمي في مصر والبحث العلمي في إسرائيل. العلماء الحائزين على جائزة نوبل، احنا عندنا طبعا دكتور أحمد زويل، لكن احنا بنتكلم عن المراكز اللي داخل الكيان الصهيوني. الحقيقة مهم ان احنا نعرف الكلام ده، مهم ان احنا نشوف هم بيستقطبوا العقول ازاي، واحنا كمان ايه اللي المفروض نعمله. لما بحثنا في الجامعات المصرية وجدنا ان في جامعة الإسكندرية مركز بيعتبر من المراكز الرائدة، لان هذا المركز يهتم بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات في جامعة الإسكندرية. القائمة على هذا المركز ضيفتنا النهاردة دكتورة غادة حمودة، مدير مركز تنمية قدرات هيئة التدريس في جامعة اسكندرية وأيضا القيادات في الجامعة. وإيه اللي بيقدمه هذا المركز كنموذج، وهل يكفي، وإيه المطلوب؟ حلقة أعتقد إنها رسالة هامة جدا موجهة إلى القائمين على التعليم العالي والتعليم العلمي في مصر لتعديل المسار. الناتج القومي أو مشاركة البحث العلمي في الناتج القومي 1% طبعا زاد وكله تمام والحمد لله وبنحمد ربنا، لكن يعني احنا بنطلب المزيد للبحث العلمي في مصر. فاصل وهنرجع لحضراتكم بفقرة الأخبار من داخل إسرائيل، واللي هنلاقي فيها بعض الأخبار عن اهتمام إسرائيل والجامعات الإسرائيلية باستقطاب الطلاب المصريين والتركيز على هذا الأمر. وبعد كده إن شاء الله عندنا يعني أعتقد تقارير مهمة للغاية، لأنها هتلقي الضوء على واقع البحث العلمي داخل إسرائيل، وإن شاء الله تكون حلقة موفقة. فاصل وهنرجع لحضراتكم إن شاء الله. 19 مليون برميل نفط تم تصديرهم لإسرائيل من قبل الأكراد شمال العراق. الفاينانشال تايمز نكشف العلاقة الإسرائيلية الكردية حول صفقة النفط العراقي. الغالبية العظمى من واردات النفط لإسرائيل تأتي من أكثر البلدان المعادية لها في العقود الأخيرة، العراق يدعو أحرنوت. إسرائيل تغزو العالم من خلال مجال المواقع الإلكترونية. جنرال أمريكي خلال مؤتمر القنصلية الإسرائيلية بأطلانتا حول المواقع الإلكترونية والقرصنة على الولايات المتحدة وإسرائيل تطوير قدراتهما الهجومية
ضد الأنشطة الإلكترونية الخبيثة من قبل الصين وروسيا وإيران. يدعوت أحرنوت. إلزام تعليم اللغة العبرية في المدارس العربية بداية من رياض الأطفال. وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بنات: المبادرة تهدف إلى رفع مستوى اللغة العبرية لدى الأطفال في مرحلة مبكرة حتى يتمكنوا من الاطلاع على المصادر اليهودية بيسر. موقع ولا. جامعة تل أبيب تبرز تخرج طالب مصري لديها. جامعة تل أبيب. تنفيذا لحكم المحكمة العليا، السلطات الإسرائيلية تقرر الإفراج على ما يقرب من 1200 متسلل لم يتمكنوا من الوصول إلى تل أبيب وإيلات. إسرائيل هيوم. احتجاجات حول تعيين الجنرال جال هيرش مفتشا جديدا للشرطة. انتقادات واسعة داخل أوساط أسر جنود قتلوا في حرب لبنان 2006 حيث هيرش كان قائدا بها. كبار ضباط الشرطة يعربون عن خيبة أملهم لتعيين هيرش مفتشا عاما. نتنياهو: أثق بأن هيرش سيقود جهاز الشرطة إلى الأمام. معاريف. بنحيي كل مشاهدينا ووصلنا لفقرة ما وراء الأخبار. تابعنا مع حضراتكم أهم العناوين الصادرة في الصحف الإسرائيلية هذا الأسبوع. نشوف التفاصيل وما وراء الأخبار مع ضيفنا اللي بيشرفنا في هذه الفقرة كل أسبوع، الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الفكر الصهيوني في جامعة الإسكندرية. منورنا دكتور أحمد. أهلا وسهلا. نعدي على الأخبار ونشوف إيه المهم اللي فيها. وأول خبر كان 19 مليون برميل نفط تم تصديرهم لإسرائيل من قبل الأكراد في شمال العراق. إيه اللي وراء هذا الخبر؟ يعني واضح ان في يعني وراء الأكمة ما وراءها، بمعنى ان الأعداء الجانب الإسرائيلي علنا هم الذين يقدمون لها الدعم والتعاون الاقتصادي، وهم في المقابل يحصلون على تمويل سخي يعني. فمن هنا بنشوف ان في غالبية العظمى من واردات النفط الإسرائيلي تأتي من أكثر البلدان المعادية ليها في العقود الأخيرة. فده يدل على إن مثلا تاخد من داعش، وده ده مؤشر على من صنع داعش ومن دعم داعش. يعني المعلن حاجة والخفي والمصالح بالظبط، ولا تستبعد إيران، لا تستبعد الأكراد. طبعا. طيب هنروح لإسرائيل بتغزو العالم من خلال مجال المواقع الإلكترونية، والخبر في دعوت أحرنوت وجنرال أمريكي خلال مؤتمر القنصلية الإسرائيلية بأطلنطا حول المواقع الإلكترونية والقرصنة على الولايات المتحدة وإسرائيل، تطوير قدراتهما الهجومية ضد الأنشطة الإلكترونية الخبيثة من قبل الصين وروسيا وإيران. ده استكمال يعني. بالظبط. طبعا موضوع الحرب الإلكترونية طبعا في وحدة اسمها 8200 داخل الجيش الإسرائيلي معنية بقيادة هذه العمليات الهجمات الإلكترونية. ممكن توقع بورصة. وقلنا في البرنامج ده المثال بتاع العربية الجيب اللي ممكن تزود السرعة، توقف الفرامل، تعطل الفرامل، تعلي الصوت من الأقمار الصناعية. فطبعا ده بعد خطير يجب ان احنا دايما نتابع الجديد فيه يعني. طيب هنروح للأخبار التالية. وإلزام تعليم اللغة العبرية في المدارس العربية بداية من رياض الأطفال. وزير التربية والتعليم نفتالي بنات: المبادرة بتهدف إلى رفع مستوى اللغة العبرية لدى الأطفال في مرحلة مبكرة حتى يتمكنوا من الاطلاع على المصادر اليهودية بيسر. الخبر كان منشور في موقع ولا. طبعا ثبت يعني بأبحاث علمية ان مناهج التعليم الإسرائيلية الأكثر عنصرية، أكثر تطرفا إذا ما قارنت بأي مناهج في العالم يعني. وفيها كم أكاذيب من حيث التواريخ، من حيث الأحداث التاريخية أقصد يعني، من حيث المواقف من الآخر، بمعنى الديمقراطية وتفسير الديمقراطية. فبيربي الجيل القادم على إيه؟ هو ده اللي إحنا حتى أولاد العرب أو أولاد الفلسطينيين. فهنا بقى إيه موضوع كأنه تبشير. إن هو عايز يدوبك أنت تبقى أنت جزء من المجتمع ده. طب هو مش من الطبيعي إن الولاد في يعني الأراضي المحتلة بيعرفوا عبري كويس؟ فلسطينيين يعني فلسطينيين 48 بيتكلموا عبري كويس جدا. في مدارس مش تابعه للحكومه الاسرائيليه بشكل مباشر، مدارس معروف انها فلسطينيه باداره فلسطينيه داخل ارض 48. فمن هنا بنشوف بقى ان بيفرض عليهم حتى دول المجموعه دي هي المستهدفه، بيفرض عليهم تدريس اللغه العبريه وفقا طبعا لمنهج برضه فيه خبث يعني. طيب هنروح للخبر المنشور
في جامعة تل أبيب، يعني الدورية أو المجلة الخاصة بجامعة تل أبيب اللي بتبرز تخرج طالب مصري لديها. يعني أعتقد ده في صلب موضوع النهاردة، استقطاب العقول، ويعني هم مركزين قوي على الحكاية دي، بيستقطبوا حتى من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. طبعا الطالب ده يعني قضى على مستقبله وعلى مستقبل أسرته بشكل كبير، يبقى في استهجان حتى من الجيران، من الأجهزة الأمنية طبعا هتترقب تحركاته. فهو يعني وضع نهاية مأساوية لبداية حياته، أنه لسه في البداية بيكتب النهاية بشكل مأساوي كأنها دولة طبيعية يعني. فهم من الجانب الآخر بيحتفوا بهذا الخطوة. فأنا بقول إن الرد في الملعب، يعني هرد النهاردة في الحلقة كاملة، مش بس مجرد هذا الطالب، لأن في محاولات استقطاب تانية من خلال الفيسبوك وتم رصدها في البرنامج، محاولات عن طريق السياحة تحت سطوة السياحة، بنقدم منح، بنقدم إغراءات. فيجب إن احنا نعمل تحصين للطلبة والأعضاء التدريس أيضا. تمام. يعني الأخبار متوالية، لكن يعني هنعدي الخبر اللي كان في إسرائيل اليوم علشان ندي مساحة أكبر للخبر اللي كان منشور في معاريف عن احتجاجات حول تعيين الجنرال جال هيرش مفتش جديد للشرطة. وفي انتقادات كتيرة يعني من جنود قتلوا في حرب لبنان 2006. وعلى العكس رئيس الوزراء نتنياهو بيقول ان هو بيثق في هذا الرجل كقائد للشرطه. ما ده يدل مثلا، ده يدل بشكل كبير على خلل في عقليه نتنياهو، لان هذا الشخص يعني اولا هو ضابط جيش وليس شرطه، وعميد لم يستكمل مسيرته العسكريه. هم بيقولوا جنرال يعني وخرج لا هو عميد، خرج برتبة عميد بفضيحة كبرى. كان مسؤول عن خطف مجموعة من الإسرائيليين 2 من الجنود، وأدار الموقع وفقا للتحقيقات بشكل سيء، أسفر عن مصرع 8. فهو طالع مجبر على الاستقالة من الجيش الإسرائيلي. فهنا يعني تنمر القيادات داخل في الشرطة الإسرائيلية، يقول يعني أنت جايبين واحد من الجيش ماشي، إنما بقاله فترة سايب الجيش وخارج بفضيحه ورتبته صغيره، مش ما استكملش مسيرته. فده استهانه بينا يعني. ده ازاي انت شايف بتزحنا كلنا؟ ايوه. وجايب واحد مش يعني خبره. هو القصه برضو مش في الرتبه قد ما الفضيحه اللي خرج بيها من طبعا الجيش، طبعا. جيش لا هو الجيش طبعا. طب امال ايه الفكره؟ يعني ايه هو الفكره ان هو خريج بار ايلان، جامعه متطرفه دينيه، وان هو اهواء سياسيه تتوافق التماشى مع الحكومه الحاليه. فوزير الامن الداخلي متمسك بيه. فمن هنا بنشوف هو ساكن فين، دراسته فين، سنه، والده، وامه بتتكلم ازاي. طب امال ايه تداعيات الموضوع ده هتصل ليه يا دكتور احمد؟ لا غالبا هيستبعد، لان هو عليه حصار ضخم جدا اعلاميا، لان هو كمان عنده شركات امنيه، مجموعه من الشركات الامنيه السريه تتعامل مع كازاخستان بشكل فيه فساد. فهو يعني محاصر من اكتر من مشكله. طب عايزين نتابع هيرش ده يستحق حلقه. طب ايه اللي ما قلناهوش؟ اللي ما قلناهوش باب المغاربه النهارده في وقت مبكر يعني اقتحم 100 مستوطن، قطعان مستوطنين في المسجد الاقصى. اقتحم الحرم القدسي. والشرطه بتقول مش قادرين وما قدرناش ودخلوا الجامع. لا طبعا مفيش الكلام ده. انت ازاي بتصد 2 مليون و3 مليون وشباب ومئات الالاف غاضبه وتقول لهم الصلاه للسيدات فقط؟ والنهارده كمان ما فيش سيدات، وفوق سن ال50 وفوق سن ال45. تيجي عند 100 واحد تقول ما قدرتش والله، ما قدرتش. ما هي المساله ماشيه بالمزاج. مستفز طبعا هذا الاجراء. اعتقد ان ممكن في عجاله كمان نشير لشخص غامض اسمه ستيف ميمان. ده يحمل الجنسيه الكنديه، هو متدين متطرف صهيوني النزعه. ده علاقاته مباشره مع داعش، بيطلع الرهاين اليزيديين يقول لهم هشتري ده ب$1000 او نفرج عنه، ده ب3500 ونفرج عنه. بيجيب الفلوس منين؟ بيقول انا بصرف من جيبي وبجمع تبرعات. لكن الحقيقه لا، هو طبعا في حد وراه بيصرف. اسرائيل بتعزز مواقفه اعلاميا وبتروج له. فهو هنا هيبقى ليه موطئ قدم في العراق، ليه موطئ قدم في سوريا، وليه تفاوض. ويعني انت بتحرقه. طب هو عايز يعمل له الشعبيه دي، تحرقه الكساسبه وترجعه للوسيط يعني اليهودي. النقطه هو عايز يعني هو علاقات وطيده بين داعش وبين اسرائيل.
تحت ستار الإنسانية وإن احنا بننقذ. ففي هنا تمويل، في تفاوض. فإذا حصل فتح للاتصال يقول احنا بنعمل اتصال من أجل أسباب إنسانية. اعتقد احنا كده خلصنا جولتنا الصحفيه. شكرا جزيلا دكتور احمد فؤاد انور، استاذ الفكر الصهيوني في جامعه اسكندريه. تحياتنا لحضرتك. مشاهدينا هنروح مع حضراتكم لاول التقارير اللي معانا النهارده. التقرير ده من خلاله هنشوف يعني او هنقترب اكثر من واقع البحث العلمي داخل اسرائيل، المراكز البحثيه والصرف او المخصص لهذا القطاع الهام جدا منذ نشأة الكيان الصهيوني، وهو قائم على فكرة أن البحث العلمي هو الأساس. وإذا قدر لهذه الدولة أن تتقدم فهم بيعولوا على البحث العلمي بشكل كبير. نتابع التقرير ومن بعدها هنرجع للفقرة الرئيسية اللي معانا النهاردة مع ضيفتنا الدكتورة غادة حمودة، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات في جامعة الإسكندرية. يعد البحث العلمي لدى الكيان الإسرائيلي الركيزة الأساسية والقاعدة التي أرسيت عليها أعمدة هذا الكيان منذ نشأته وإلى الآن، ليس فقط صوب العلوم والتكنولوجيا وحسب، وإنما في شتى الاتجاهات. وهذا يظهر بوضوح بالغ فيما تبناه بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل عام 48 من رؤية استراتيجية حيال العلم والمعرفة، حيث أكد بأن التطور العلمي شرط مهم لتعزيز أمننا، حيث أصبح العلم اليوم هو مفتاح التعليم والتطور الاقتصادي والقوى العسكرية، وأن أمن واستقلال إسرائيل يتطلب أن يقوم أكبر عدد من الشباب بتكريس أنفسهم للعلوم والبحوث، البحث الذري والإلكتروني وما شبههما. واعتبر أن العلم مفتاح القوى العسكرية، وأن ما تمتلكه إسرائيل من شباب متميز يدرسون القانون بدلاً من العلم والتكنولوجيا، إنما يضيعون رأس مال بشري يشكل عند الشعب قيمة لا تقدر بثمن. من هنا كانت استراتيجية الكيان الإسرائيلي نحو بناء أسس البحث العلمي من أجل تطويعها لما هو يخدم بالأساس المشروع والحلم الصهيوني الكبير، وهو ما تحقق بالفعل عبر استراتيجية منظمة ومحددة الأهداف للبحث العلمي في مختلف المجالات، مكنته من أن ينتقل من كيان استيطاني يعتمد على الزراعة إلى كيان يرتكز بنيانه العسكري والصناعي على اقتصاد المعرفة. ودعا حايم وايزمان أول رئيس لإسرائيل التركيز على البحث العلمي الأكاديمي والدراسات العليا، وقد انتصرت ما تبناه من رؤى وكانت له الدور الأكبر في صياغة النظام الأكاديمي الإسرائيلي. واعتمدت آراؤه كاستراتيجية علمية موثقة باعتباره عالماً كيميائياً مرموقاً. وانطلاقاً من هذه الرؤية نشأت البنية العلمية التي نما منها الجهد العلمي الإسرائيلي الحديث، فأنشئ معهد التخنيوم للعلوم التطبيقية في مجالات الهندسة والعلوم في عام 1924، وأقيمت الجامعة العبرية في القدس عام 1925، وجامعة بار إيلان عام 1955، وجامعة تل أبيب عام 1956، وجامعة حيفا في 1963، ومعهد وايزمان ومحطة الأبحاث الزراعية والمعهد الجيولوجي ومختبر الفيزياء ولجنة الطاقة النووية ومعهد أبحاث النقب وشركة أبحاث البحار. وشكلت كل هذه المؤسسات والمراكز البحثية مرحلة بناء البنية المؤسسية البحثية في إسرائيل بغية تمكين إسرائيل من التقدم في جميع المجالات العلمية على المستوى العالم، ونشرها كناتج أساسي للبحث العلمي ودالة للتعرف على مستواه، وأيضاً من أجل دعم وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من حيث الكم والكيف لربط إسرائيل بأنحاء العالم عبر أقمارها الصناعية التي تقوم بمسح شامل حول الكرة الأرضية، والتوسع والمنافسة في البحوث العسكرية لزيادة قوة إسرائيل العسكرية وضمان أمنها القومي. ولذلك تهتم إسرائيل بالأبحاث المعقدة وتعتمد عليها وتعتبرها من الركائز الأساسية لرسم وبناء الاستراتيجيات في كل المجالات، حيث أولت الأيديولوجية الصهيونية اهتماماً خاصاً بالعلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية لوعيها بأنها تنتج الهيمنة على العالم وتحويل مساره، آخذة في الاعتبار السياسة التدريبية المستمرة لكوادر الباحثين مدعومة بالإسراع الدائم في عملية نقل المعلومات التقنية من الدول المتقدمة إليه.
وتعمل المؤسسات الإسرائيلية على رفع القدرات البحثية للعلماء الشباب والاستفادة منهم في المهجر، والربط التطبيقي بين البحوث العلمية واحتياجات السوق في قطاعي الإنتاج والخدمات، وإشراك القطاع الخاص فيها ضماناً لتوجهها لاحتياجاته الفعلية، والعمل على التنبؤ التكنولوجي باحتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لضمان القدرة على المنافسة فيها، لعلها تسهم في صنع نهضة تكنولوجية تتواكب مع الإنجازات وتخدم المجتمع. وقد اهتمت إسرائيل اهتماماً خاصاً في استقطاب العلماء والباحثين والأساتذة والمتخصصين للمساهمة بتطوير البحوث والدراسات من جهة، ولتأسيس جيل علمي من جهة أخرى، داعمة ذلك بمخصصات مالية كبيرة جداً مقارنة بدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط أو حتى في العالم. ففي عام 2004 أنفقت إسرائيل ما مقداره 5.3 مليار دولار على الأبحاث العلمية، وهو ما يمثل 4.7% من إنتاجها القومي، وقد ارتفع الرقم إلى 9 مليار دولار في عام 2008، وهذا يمثل أعلى نسبة إنفاق في العالم. بينما تنفق الدول العربية مجتمعة ما مقداره 0.2% من دخلها القومي، والدول العربية في آسيا تنفق فقط 0.1% من دخلها القومي على البحث العلمي. وبالنسبة لنصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمي، فقد احتلت إسرائيل المرتبة الأولى عالمياً بواقع 1272.8 دولار، بينما تنفق الدول العربية ما مقداره 11.9 دولار على الفرد. أهلا بكل مشاهدينا. الحقيقة لازم نقول الأرقام اللي جت في التقرير، وإن كانت أرقام يعني تزعل، لأني لو وضعنا رؤوسنا في الرمال هنفضل زي ما احنا، ومش هنعرف ننافس، مش هنعرف نكون قريبين أو حتى يعني في الإطار. يعني التقرير انتهى بأن إسرائيل رقم 1 في الصرف على البحث العلمي ومن نصيب الفرد من ناتج القومي المخصص للبحث العلمي، في حين أن الدول العربية مجتمعة بتصرف يعني ما يمثل 1%، أو يمكن يعني من 11 دولار ل1000 وحاجة دولار. ده مش 1%، ده 1 في ال1000. الحقيقة الأرقام دي يعني لازم نقولها في الإعلام، عشان طبعا أنا عارف إن هي واصلة للسادة المسؤولين لا شك، لكن لازم نركز عليها ونقول ونعيد، عشان اللي بيقول إن ناتج البحث العلمي في مصر إيه علشان نزوده، لا، لازم نزوده. خلونا نرحب بضيفتنا اللي بتشرفنا النهارده، الأستاذة الدكتورة غادة حمودة، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات في جامعة الإسكندرية. منورانا يا فندم. الله يخليك، ميرسي. يعني احنا لما دورنا كده في الجامعات المصرية فلقينا المركز ده، فهل المركز ده له مثيل في الجامعات الأخرى؟ يعني تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ده شيء أساسي، فهل له مثيل في المراكز البحثية أو الجامعات المصرية الأخرى؟ هو في كل جامعة فيها مركز تنمية قدرات أعضاء التدريس على مستوى كل جامعة. لأنه احنا بندي البرامج التدريبية اللي لابد أن يجتازها عضو هيئة التدريس للترقي. أيوة. فده من طب قرار. هل هي مسألة ترقي يا دكتورة غادة، ولا احنا يعني فعلا بننمي قدرات أعضاء هيئة التدريس اللي هم دول اللي بينقلوا العلم للطلاب، بحيث المنظومة كلها تكون يعني بصراحة كده احنا شغالين في المراكز دي شغل تستيف أوراق، ولا بنقدم ما هو فعلا يخدم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؟ هو طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده له وجهين. دي حقيقة. لو حضرتك تسمع آراء أعضاء التدريس في الأغلب هتلاقي بأن هم فعلا بيشتكوا بأنه مجرد أن البرنامج التدريبي بيبقى إجباري ده بيفقد قيمته. أما الجانب الإيجابي بتاع المواضيع اللي بتطرح في البرامج، فعلا برامج بتبقى بتأدي الغرض. لو أنا فعلا حطيت محتوى علمي سليم
او ماده علميه، واديت المدرب انه يضيف لعضو هيئه التدريس معلومه. فبالفعل احنا بنحاول ان احنا نتغلب على الجانب السلبي كاتجاه عام لعضو هيئه التدريس بيجي مش عايز وبياخد من وقته وبيضيع وقته. فطبعا بنحاول نتغلب على ده، انه نغير مفهومه تجاه ان طب حاول ان انت تستفيد معانا بحاجه. في بعض البرامج بتؤثر في زي في التواصل او في مهارات القياديه. الحاجات دي طبعا مهمه جدا، مفيش حد لازم نحتاجها. تمام. ازاي في يعني المعيد من اول ما بيبقى موجود بيبتدي بعد كده يتولى مناصب قياديه في منصبه. طب وانت ازاي هتمارس ده من غير ما تعرف ايه على الاقل المهارات القياديه اللي انت تقدر؟ طيب احنا طبعا البرنامج مهتم جدا بالواقع داخل اسرائيل وبننقله للساده المشاهدين من باب اعرف عدوك. البحث العلمي في اسرائيل متقدم جدا، وبيحاولوا كمان يعني ان هم ياخدوا خطوات، رغم ان هم متقدمين ياخدوا خطوات ازيد. فهل يعني المنافسه هنا شريفه؟ نقدر نقول ان البحث العلمي في مصر لو قارناه بظروفه بالبحث العلمي في اسرائيل يبقى ده مقارنه يعني نقدر نقول غير ظالمه للبحث العلمي في مصر، ولا لا ده احنا محتاجين الكثير؟ طبعا الكثير والكثير. لانه هي تهيئه الامكانيات بتاعه البحث العلمي والاهتمام على الصرف على البحث العلمي طبعا في مصر يعني الى حد كبير بنظلم الباحثين، لانه حضرتك بتلاقي المناخ اللي بيتهيأ لاي بحث لو ما كانش فعلا كل الامكانيات موجوده والاهتمام موجود ونتائج الابحاث بتعرض وبيؤخذ في الاعتبار كل النتائج وبتطبق على ارض واقع، من هنا بتيجي قيمه البحث العلمي كفكره. اصلا احنا بناخدها انه الامكانيات على الصرف على البحث الى حد كبير حضرتك احنا مظلومين طبعا كعضو هيئه تدريس مظلوم. فبالرغم من كده وهو اعتماده على انه بيصرف من دخله الخاص، ولكن لو عكسنا الآية ولقينا ان كمية امكانيات اعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المصرية، وشوف حضرتك لما بيطلعوا بره بيبرعوا قد ايه. طب ده الكلام بيبرعوا قد ايه. يبقى احنا هنا عندنا منظومة التدريب والبحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية المصرية محتاجة إعادة نظر من منظور ان ده امن قومي مصري في مواجهة استقطاب العقول. يعني النهارده المراكز البحثية الإسرائيلية بإمكانياتها وتقدمها بتحاول ان هي تغري الباحثين المصريين خصوصا المتميزين منهم. بالظبط. طبيعي ان هم يروحوا ويدرسوا او فاحنا امام مشكلة بتعتبر بمثابة مشكلة امن قومي في مصر. يعني ازاي نوصل هذه الصورة مجسمة وحقيقية بحجمها الحقيقي للقائمين على البحث العلمي في مصر وطبعا مجلس الوزراء المصري؟ هو يعني خلينا نقول انه ناخد صورة مصغرة من اللي حضرتك بتقوله في التدريب. لو احنا اخدنا جزء مجتمع صغير من البشر وقعدنا عليهم إعادة تأهيل وإعادة تدريب وصرفنا عليهم صرف معقول، تخيل حضرتك كم الاستفادة اللي هتعود، وده احنا مارسناه بالفعل. يعني وده الجانب اللي بقوله لحضرتك. على فكرة إجابتي لسؤال حضرتك هتوصلنا للبحث يعني بس هو خلينا نتكلم في أرض واقع احنا مارسناه، بما إننا مش قادرين نحقق ده في نقطة البحث العلمي إلى حد يعني إلى الآن. خلينا نتكلم في التدريب وده اللي عملناه. يعني بصينا في المركز على الإمكانيات المتاحة اللي ممكن إحنا نقدمها، مش بس برامج ترقي ولكن الخدمات المجتمعية اللي ممكن نقدمها، مشاركة الطلاب لأنه دول عنصر أساسي وفعال جدا. فابتدينا فعلا نهتم بده يعني مثلا عندنا في بعض الندوات اللي بتتعطى ندوات وطنية لكل قطاع الكليات في الجامعة. تعالى شوف حضرتك مردود ده على الطالب بيبقى عامل ازاي اول ما بتمس فيه الناحية الوطنية ويبتدي ان هو تخاطب عقله في تفهم بعض الامور الخاطئة.
بتلاقي بيهتم جدا باستيعاب رائع. ممكن يكون قعدته في الأول مش مظبوطة، يبتدي بعد كده يندمج في المناقشات في أثناء الندوة، يبتدي يسأل ما بعد الندوة، يغير مفهومه لمجرد ساعتين بس بصدق نديها للطالب. ممكن يكون الطالب ده في البداية متمرد وفقد يعني التارجت بتاعكم أو الهدف بتاعكم الشباب الصغيرين الطلاب او الاعضاء هيئه التدريس اللي هم يمكن لسه في سن الشباب، مش كده؟ ولا برضو الاساتذه الكبار؟ لا، هو حضرتك احنا اول حاجه بتتعمل كنشاط للمركز هو برامج الترقي من اول معيد لاستاذ مساعد وما بعد. يعني اللي بيبقى استاذ وعايز يجي وبالفعل ده بيحصل، بياخد بعض البرامج اللي هو مهتم انه يحضرها بيحصل. لكن في رؤية المركز جزء إلى حد ما ابتدينا إن احنا نركز عليه زي الخدمات المجتمعية في التفاعل مع المؤسسات المدنية مع الطلاب، لأن احنا لقينا إن الطلاب ليهم طلبات كتيرة جدا جدا وحضرتك بتهتم. احنا عايزين مطالب الطلبة دي إن احنا نوفرها لهم بحيث يرتبطوا ببلدهم، يرتبطوا بجامعتهم، او اذا كان في مركز تابع للجامعه، ويقدروا ان هم ينموا قدراتهم من خلال الكلام ده. فلو حد استقطبهم ولا حد حاول ان هو يعني يخترق عقولهم يبقى هم محصنين. فده يتم ازاي؟ احنا اولا عندنا مثلا على سبيل المثال او كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه كانت عامله مشروع. مين اللي عامل؟ الطلبه من سنه اولى ازاي يعملوا محاكاه لمشروع الدبلوماسي المصري. محاضرات بتديها لهم الكليه، واحنا اخذنا اذن من الجامعه ان احنا نبقى طرف لاستضافه المشروع ده. وتم فيه من هنا ابتدت فيه نقطه تواصل بيننا وبين الطلبه. الطلبه بقوا هم اللي بينظموا بعض المؤتمرات، الطلبه طلبوا مننا بعض البرامج. طيب يبقى احنا هنا بس بندي فكره للناس ان في جهد بيتم، لكن بالرغم من الجهد ده بنلاقي نماذج ما نقدرش ان احنا نقول انها كتيره، لكن الخوف ان هي تبقى كتيره. زي بعض الطلاب اللي بيروحوا يدرسوا في جامعات اسرائيليه، والجامعات زي جامعه تل ابيب تركز على النقطه دي. يعني في طالب مصري قلنا الخبر في فقره الاخبار اتخرج من جامعه تل ابيب، والجماعه هناك في جامعه تل ابيب مركزين قوي اعلاميا على الجزئيه دي، بعيدا عن هو هيحصل له ايه في بلده. يعني نظره المجتمع ليه، يعني الملاحقات الامنيه ليه ولاسرته يعني كل الامور دي، ده بعيدا عن الكلام ده كله. هم بس بيركزوا ان هم واحة الامن والديمقراطيه، واحة العلم. هنا احنا عايزين ندي فكره للطلاب على ممكن ياخد خطوه زي كده نتيجتها ايه عليه. هو اولا انت كطالب ايه اللي يخليك يعني بتلجأ لكده؟ فاحنا لازم نبحث من البدايه. للاسف ما برضو الطالب مش حاسس بالانتماء. يعني بعض الطلاب مش بيشعروا بالانتماء، وده تقصير في الجو الاسري بدايه، ثم المعطيات بتاعه الجامعه اللي هو بيدرس فيها. هو لو حس وشعر بانه فعلا ده هيبتدي يعني يخلي عنده ولاء، نزود عنده حته الولاء ما وراء انك انت تروح تنتمي الى عدوك. يعني معلش دي ده الكلام، دي مشكله. يعني هو يعني مهما اظهر لي ان عنده تقدم او عنده نوع من انواع الديمقراطيه وقبول الاخر والكلام ده، لكن لازم نبقى عارفين ومتاكدين ان هو ما بيحبنيش، هو بيكرهني وبيكره بلدي وبيكره ديني وكل حاجه، فبالتالي مش ممكن ان انا اامن له. يعني دي فكره اساسيه في التعامل. بالظبط. الطالب لازم او الشاب عموما لازم يفهم انه العمليه مش مساله هروب لمكان. هو في المقام الاول مش بيقارن ويشوف ايه الاحسن والحاجات اللي ممكن ياخدها ايجابيات من المكان، لا هو بيبقى هروب من بلده، مش حاسس بوجوده في بلده. ما هي دي مشكلتنا، ان احنا نسيبها
ان هي تتفاقم وترجع بعد كده نبتدي نفقد شبابنا. فالاساس في العلاقه بيننا وبين الطالب ان احنا نوجهه، بغض النظر ان في معاناه، ما كلنا بنعاني في بلدنا، وكلنا عندنا حاجات كتيره ان احنا مش عايزين نحققها، مش عارفين نحققها للاسف. بس مش معنى كده ان انا اروح لعدوي ويعني ارمي نفسي في احضانه. يعني احنا بنتكلم على الجانب الشعبي. يعني طبعا احنا على المستوى الرسمي في علاقات رسميه وفي تمثيل دبلوماسي وفي معاهده سلام وكل ده، لكن هي النقطه شعبيا الشعب المصري والشعب العربي لا يقبل التطبيع مع الجانب الاسرائيلي. طب احنا عندنا مداخله اعتقد ممكن توضح لنا امور اخرى مع الدكتور الكيميائي طارق شلبي، نائب رئيس قطاع بإحدى الشركات في الإسكندرية، شركات الأسمدة، واستشاري بالتدريب والجودة والسلامة والصحة المهنية. دكتور طارق، مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. ألو ألو. طيب يعني الاتصال يتحقق، يعني هيطلبوه تاني، معلش الخط اتقطع. طيب يعني هنا احنا وصلنا او كنا بنتكلم عن جزئية التطبيع. اسرائيل بتحاول ان هي يعني تجري مسألة التطبيع ده علميا، فيا ترى مركز زي المركز اللي حضرتك بترأسيه للتدريب وتنمية القدرات لأعضاء هيئة التدريس، موقفه ايه من قصة التطبيع مع اسرائيل؟ لا هو احنا طب انا معلش هاخد اجابه حضرتك. اتفضل. بس دكتور طارق شلبي معانا دلوقتي. مساء الخير يا دكتور طارق. اهلا، مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. طيب يعني احنا عايزين يبقى فيه عمليه توازن في المواجهه العلميه مع اسرائيل، والمواجهه العلميه دي البحث العلمي، الابحاث بتاعتنا، تطبيقاتها، وايضا منتجاتنا اللي بتعتمد على الابحاث العلميه. اعتقد منتجات الاسمده او المنتجات الزراعيه عموما من المجالات اللي اسرائيل بتحاول ان هي طبعا عبر سنوات سابقه كثيره، وكثير من المسؤولين في وزاره الزراعه السابقين في مصر. فاحنا هنا ازاي نقدر نحقق هذا التوازن وتبقى منتجاتنا وابحاثنا العلميه، يعني اتمنى ان هي تكون على قدم المساواه او المنافسه مع الجانب الاسرائيلي. أنا بحيي حضراتكم أولا قبل كل حاجة، ويعني بحيي الدكتورة غادة مع حضرتك. أشكرك. يعني طبعا هو قبل ما نتكلم في الموضوع احنا المفروض ان احنا نعرف بس الأسباب الحقيقية اللي خلت ان احنا في مواجهة مع إسرائيل. احنا طول عمرنا في مواجهة، لكن احنا عندنا البحث العلمي في مصر طول عمره كان حاجة كبيرة جدا. لكن وصوله للمرحلة الحالية وان هم يستقطبوا من عندنا اولادنا ويبقوا هم اللي ماسكين يعني القوه، واحنا بقينا اضعف منهم، ده ان شاء رب العالمين مش هيكون لو احنا تكاتفنا وعرفنا الاسباب الحقيقيه. تمام. ضعف الميزانيه بتاعت البحث العلمي هذا رقم واحد. تمام. والحكومه لوحدها مش هتقدر يعني تواجهها لوحدها. الحاجه الثانيه الاسره والمدرسه برضو لحد دلوقتي ما عطتش الدور الكافي اللي كنا بناخدوه زمان عشان نعرف نواجه هذا العدو الصهيوني اللي هيفضل طول عمره عدو بالنسبه لنا. الحاجه الثالثه انتشار الحقيقه الفساد في النهارده، حصول على شهادات مضروبه كتيره جدا خلت الشباب بتاعنا يتوجه ليها ويبعد عن البحث العلمي. نعم. من هنا كانت حته ان اسرائيل يعني بقت هي لها اليد العليا شويه، وبالذات في مجال الزراعه. لكن انا شايف طيب هنا يعني الاسمده احنا بنعتمد عليها كثيرا في الزراعه، وده مجال كله يعني تصنيع وكيماويات والكلام ده، اذا بيعتمد على البحث العلمي. ممكن حضرتك تقول لنا نموذج لاعتماد، يعني طبعا بدون ذكر اسم الشركه، بس اعتماد شركه مصريه منتجه للاسمده في مصر على الابحاث العلميه المصريه اللي بتخرج من المراكز البحثيه او وزاره الزراعه ومركز البحوث الزراعيه؟ والله احنا يمكن من جامعه اسكندريه، وعندنا بعض المهندسين اللي عملوا ابحاث علميه وعملوا ريسيرش في مجال الاسمده.
وانا مش عايز اذكر اسماء شركات واسماء زملاء احنا عارفينهم كويس جدا. وعملوا الابحاث بتاعتهم، والابحاث دي نشرت في مجلات عالميه. ويمكن في المانيا كان احد الزملاء موجود عندنا في جامعه اسكندريه، وما زال لحد دلوقتي هو طلع معاش من الشركه دي، ولكنه ما زال متواصل مع كليه الهندسه جامعه اسكندريه، وعمل ابحاثه كلها. والابحاث ديت اخذت مجلات كبيره جدا، والحمد لله انتجنا منها كميات كبيره جدا من الامونيوم سلفيت موجوده في اسكندريه، وكانت كميات كبيره، ومغنيسيوم يعني امونيوم سلفيت ومغنيسيوم وزنك. الا ان يعني الكلام دوت ما بيظهرش للناس بشكل كبير، لازم نبرزه بالحقيقه. تمام. يعني احنا بنتمنى ان شاء الله ان كمان حضرتك اشرت الجزئيه مهمه جدا، وهي مشاركه القطاع الخاص او قطاع الاعمال في البحث العلمي، لان يعني في الولايات المتحده مثلا القطاع الخاص او الشركات بتقوم بمهمه كبيره جدا تكاد تكون اكتر مما تقوم به الحكومه الامريكيه في دعم البحث العلمي. فان شاء الله أنا عايز اقول لحضرتك انا كان معايا تواصل مع سياده عميد كليه علوم اسكندريه الدكتور محمد اسماعيل. وقال لي ان اكتر من 90% من البحث العلمي في البلدان المتقدمه قائم على القطاع الخاص، رجال الاعمال وعلى الشركات. صحيح. وعلى المسؤوليه المجتمعيه للافراد كمان، يعني والمنظمات والهيئات. يعني اذا يعني دكتور طارق، هي دعوه من البرنامج لرجال الاعمال وللشركات ان يكون دورها اعمق في دعم البحث العلمي، عشان نقدر نواجه يعني اهتمام اسرائيل الكبير بالبحث العلمي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. انا بس قبل ما اقطع مع حضرتك، هي مبادره احنا عاملينها في اسكندريه الحقيقه. المبادره ديت خاصه بالبحث العلمي. ادعم البحث العلمي لنهضه بلدك، دي ان شاء الله احنا بادئين بيها. وهنفعلها مع سياده رئيس جامعه اسكندريه الدكتور رشدي زهران، وعميد كليه علوم الدكتور محمد اسماعيل، وعميد كليه الهندسه الدكتور عبد العزيز كنسوه، بالاضافه لسياده الاستاذ الدكتور عصام خميس رئيس مدينه مبارك للابحاث العلميه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني مداخله قيمه. الدكتور كيميائي طارق شلبي، نائب رئيس قطاع باحدى شركات الاسمده في اسكندريه، واستشاري بالتدريب والجوده والسلامه والصحه المهنيه. يعني ده مهم جدا، قطاع رجال الاعمال والشركات في دعم البحث العلمي. انما في حلقه مفقوده ما بين المراكز البحثيه والجامعات والشركات. يعني اذا كان دكتور طارق نموذج لشركه من شركات انتاج الاسمده الزراعيه وعامل اللينك ده مع جامعه اسكندريه، لكن في مئات من النماذج لا يثقوا او يعني الرابط ما بين نتائج الابحاث العلميه والمصانع مفقود. فاحنا هنا امام معضله تانية، عايزين نغير الفكر ده. مش عارف ايه اللي المفروض خطوات ناخدها في الاتجاه ده. هو الانفتاح على التعاملات ما بين الجامعه بما انها الام في بعض المؤسسات المدنيه، لان من ضمن دور الجامعه ان هي تخدم المؤسسات والشركات اللي حضرتك بتقولها. يعني على كل المستويات لازم يبقى فيه تفاعل. هي يمكن احنا بنفقدها شويه لان الضغوط اللي بتعاني منها الجامعة طبعا من معطيات ومن تدريس ومن مشاكل ومن حاجة كم رهيب من المشاكل. يعني فإلى حد ما بنلاقي بأنه اللينك ده مفقود. احنا عملنا ده بالفعل برضو بصورة مصغرة في المركز، في جمعنا كل رؤساء مجالس إدارة الشركات الكبرى في احتفالية بسيطة سميناها تعيش يا مصر، وكانت مناسبة وطنية. عايزه اقول لحضرتك كم الناس اللي اهتموا وجم وطالبين مننا دورات تدريبيه، وطالبين مننا التواصل، وطالبين مننا ان احنا يبقى فيه فعلا اللي احنا قلنا عليه، الحلقات المترابطه اللي احنا بنقول عليها. فازاي نعمل ده؟ ان احنا نبادر كجامعه، ان نبتدي نبعت ونبتدي نشوف ايه التواصل ازاي في من ناحيه الابحاث العلميه او من ناحيه التدريب، وده حصل بالفعل. طيب. يعني اتفضل. يعني هي الجزئيه بس ان يعني احنا بنسمع عن او بنتابع او حتى لو كنا في بعض الاحيان كوسائل اعلام في نوع من انواع التقصير في القاء الضوء كما يجب على الجهود دي، لكن يعني
مثلا ترتيب الجامعات المصرية، لما دخلنا في ال500 الأولانيين وجامعة عريقة زي جامعة القاهرة، يعني عملنا احتفالية كبيرة بالكلام ده، رغم ان احنا نستحق أفضل من كده بكتير. المنظومة نفسها سواء التعليم العالي أو البحث العلمي أو التعليم قبل الجامعي، الموضوع كله الحقيقة احنا محتاجين يكون فيه يعني مش عارف نوع آخر من المواجهة. لو شفنا التقرير ده أعتقد ممكن مشاهدينا يتواصلوا معنا أكتر يا دكتورة في ترتيب الجامعات الإسرائيلية والحاصلين على جائزة نوبل. احنا عندنا الحقيقة في مصر علماء بارزين زي الدكتور أحمد زويل ذكرت، وأيضا حتى لو مش حاصلين على نوبل لكن لهم مكانة عالمية زي الدكتور مجدي يعقوب وغيرهم من الأساتذة الكبار. إنما يعني دكتور زويل علشان هو في الولايات المتحدة، الحقيقة الجماعة بتوع البحث العلمي في إسرائيل اللي خدوا نوبل هم من داخل المراكز البحثية الإسرائيلية. هنشوف التقرير ده، وأنا يعني الحقيقة في الحلقة دي مش عايز إن احنا يصيبنا إحباط قد ما يصيبنا نوع من أنواع المنافسة الحقيقية. تعالوا نشوف التقرير ده وارجعوا لنا مرة أخرى. يمتلك الكيان الإسرائيلي العديد من المؤسسات التعليمية التي تشكل محور البحث العلمي بداخله. فتمتلك إسرائيل 8 جامعات هي الجامعة العبرية بالقدس والتي تعد الأقدم، وجامعات حيفا، تل أبيب، بار إيلان، بن جوريون، التخنيون، معهد وايزمان والجامعة المفتوحة، بالإضافة إلى مؤسسات تأهيل المعلمين والكليات الأكاديمية المتخصصة ومراكز الأبحاث المختلفة التي تضم معاهد لبحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية والبحوث المعلوماتية المهتمة بتكنولوجيا المعلومات واستخداماتها في كافة المجالات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وبحوث المواد المتقدمة، بعد أن أصبحت المواد وخواصها الفائقة بمثابة القاعدة للعبور إلى صناعات استراتيجية وتقليدية تعتمد أساساً على توفير هذه المواد. وبتلك المؤسسات التعليمية مدعومة بالاستراتيجية التي يوليها الكيان الإسرائيلي حيال البحث العلمي، استطاعت أن تحتل إسرائيل مراتب متقدمة في العالم من جهة أبحاثها المنشورة في العلوم البحتة والتطبيقية، لا سيما أبرز التصنيفات العالمية للجامعات كتصنيف معهد شنغهاي وتصنيف IQ وتصنيف SQ وتصنيف ويبر ماتريكس، الأمر الذي ساعد كثيرا أن تحصد إسرائيل جوائز نوبل في مجالات مختلفة في الاقتصاد والكيمياء والأدب والفن بالإضافة إلى السلام. فقد حصل كل من شموئيل يوسف عجنون جائزة نوبل للأدب عام 1966 تقديرا لأسلوبه القصصي، إسحاق رابين رئيس الوزراء، وشمون بيريز ورئيس الخارجية جائزة نوبل للسلام 1994. يتقاسمان هذه الجائزة مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات. عاد يونات جائزة نوبل للكيمياء 2009 بالتقاسم مع العالمين الأمريكيين توماس تشاتيتس وفانكترمان راماكرشن. فقد حلت يونات رموز آلية عمل الريبوزمات أي معامل البروتينات في الخلية، وتعتبر اكتشافاتها ذات أهمية حاسمة في تطوير المضادات الحيوية. دانيائيل شيختمان جائزة نوبل للكيمياء عام 2011 بمفرده ودون شركاء تقديرا على اكتشافه لأنماط من الذرة يطلق عليها أشباه البلورات. كما أن مخصصات البحث العلمي في إسرائيل تزداد عاما بعد آخر وتتضاعف كل 3 سنوات، وتتجاوز نسبتها في بعض السنوات 4% من إجمالي الناتج القومي، ناهيك عن الدور الحيوي الذي لعبه التمويل الخارجي لأنشطة البحث العلمي في المراحل الأولى من تأسيس هذا الكيان الإسرائيلي. الصورة اللي احنا شفناها للتقدم العلمي في المراكز البحثية الإسرائيلية دي صورة من داخل هذه المراكز.
لكن أنا عايز ألفت النظر إن إحنا عندنا في مصر تجربة يجب إن إحنا نهتم بها كثيرا ونعممها ونحاول إن نستنسخها في أماكن كثيرة. أقصد هنا مدينة زويل للأبحاث العلمية والجامعة المرتبطة بيها. فيها يعني عايز أقول لحضراتكم معامل تكاد تكون أفضل من المعامل اللي احنا شفناها، لكن هي بتدار بفكر بحث علمي عالمي، مش يعني بعض الأفكار اللي موجودة في المراكز البحثية المصرية. كمان المركز القومي للبحوث في مصر كقلعة للعلم، في يعني عايز أقول لحضراتكم دكتور مصطفى السيد العالم المصري الكبير عامل معمل لأبحاث النانو تكنولوجي والذهب في المركز القومي للبحوث يتفوق على اللي احنا شفناه. إنما أنا بقول لحضراتكم نموذج 2 إزاي يبقى نماذج مدينة زويل العلمية أو معمل النانو تكنولوجي الدكتور مصطفى السيد في المركز القومي للبحوث يبقى ده في كل مراكزنا البحثية وكل جامعاتنا. هو حضرتك يعني هات مفهوم يعني يحاول ان هو يعني يحتوي الامكانيات. انا كبني ادم عندي امكانيات وطاقات غير عاديه. مفتقد الاحتواء، مفتقد ان حد فعلا يمدني بالاحتياجات بتاعتي. طيب ازاي دي بتيجي من القيادات والمنظومه كلها واللوائح اللي بنحطها واللي بتسن على هل احنا فعلا مهتمين بنواحي. نعم. حضرتك هتديلي امكانيات وهتديلي ما وراء ما بعد البحث العلمي. نعم. ايه فايدته؟ تعالى شوف اللي بيدرسوا بره، ما هم بييجوا يحبطوا. ما هي برضو دي حته برضو خطيره يعني. بدرس، بروح بعثه وبقعد بره، والمفروض ان انا انقل كل خبرات بره لينا هنا. طب ما بلاقيش. هي السؤال مشكلة. يمكن استنساخ النماذج الجيده من المراكز البحثيه او المعامل المتقدمه بحيث احنا نشوف هذه النماذج في كل المراكز البحثيه والجامعات المصريه. هل ده ممكن من وجهة نظر حضرتك كأستاذة ومسؤولة عن مركز للتدريب وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في جامعة اسكندرية، جامعة عريقة من أقدم الجامعات في مصر كمان. بالزبط. يعني ده ممكن ولا لا؟ لا ليه؟ هو ممكن، وبتلاقي حضرتك في استعداد. احنا في أعضاء التدريس بيصرفوا من جيبهم الخاص على بعض الحاجات اللي هي عايزين فيها فعلا يهتموا بنتائج الأبحاث في حاجات اللي هي تطبيقات معينه. في ده فعلا بيحصل عندنا في الجامعه، بس هو فعلا الامثله هنا ضعيفه جدا. طيب اسمحي لي في مداخله برضو يعني الحقيقه، بس الدكتور عبد العزيز بقى له فتره معانا. الاستاذ الدكتور عبد العزيز عماره، استاذ بكليه الزراعه ومدير مركز تنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس السابق في جامعه اسكندريه وخبير تنميه الموارد البشريه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. يعني احنا امام معضله. المعضله دي محتاجه اراء الخبراء واراء الاساتذه في الجامعات المصريه، خصوصا ان حضرتك كمان خبير ومدرب دولي معتمد في الموارد البشريه. ازاي ننافس يعني الجار بتاعنا واحنا بنتكلم عن فارق كبير في المخصصات للبحث العلمي وامكانيات البحث العلمي؟ احنا عندنا موارد بشريه جيده جدا لكن توظيفها فيه مشكله. المعضله دي نخرج منها ازاي؟ والله خليني الاول امس على حضرتك وتحياتي للدكتوره غاده حموده مديره مركز تنميه قدرات اعضاء التدريس على المستوى، واحييها كمان على المستوى الرائع في اعتماد المركز دولي واهتمامها ان البرامج تنفذ بشكل جيد. كذلك خليني كمان احيي فرقه الاعداد على الموضوع الهام اللي حضراتكم بتطرحوه. بس خلينا كمان علشان انا مهتم بقصه الموارد البشريه، خليني اخدها من زاويه شويه من زاويه مختلفه. واللي انا هقوله ده يمكن وبتمناه كمان على القياده السياسيه في الدوله. احنا عندنا القياده السياسيه للدوله متمثله في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل مجموعه من المجالس الاستشاريه، منها مجلس استشاري خاص بالتعليم وخاص بالبحث العلمي.
القصه كلها انت عندك موارد بشريه مصريه، انما الى الان مفيش ملف، مفيش مجلس استشاري هدفه ازاي التخطيط لاستثمار الموارد البشريه. اقتراح حضرتك يا دكتور عبد العزيز مباشره. اقتراح حضرتك يا فندم، لو حضرتك تيجي تتكلم اولا اللي انا بتمناه على الرئيس او على سياده اللي هو معالي رئيس الوزراء، ان لازم يكون في مجلس استشاري للتخطيط لاستثمار الموارد البشريه. قصه الموارد البشريه احنا عندنا ازمه فيها. انت حضرتك دلوقتي عندك مجموعه من احنا عددنا كبير، انما قد ايه حضرتك اهلته لسوق العمل الدولي؟ كم واحد حضرتك؟ ايه الخطه بتاعت حضرتك حاليا علشان تقول لي انا بستهدف ان انا اودي عماله لاوروبا العام القادم او بعد 3 سنين او بعد 5 سنين، مقدارها كميتها قد ايه؟ ايه المهارات اللي انا لازم ادربهم عليها، بدءا من المهارات الفنيه لمهارات التواصل للغه. فانت بتتكلم على ملف، نعم. الملف ده لازم يقوده يقوده حد يعني بقيمه رئيس الجمهوريه، لان ده اهم ما نملك على فكره. تمام. حضرتك لو وعندنا كتير قوي، يعني عندنا الموارد اتفضل يا فندم اتفضل. لو حضرتك بتتكلم على موارد مصر، موارد طبيعيه سواء متمثله في ميه، في ارض، المورد الطبيعي الحقيقي الذي يجب استثماره داخل مصر، المورد البشري، هو المورد البشري. صحيح. قد ايه بقى حضرتك، بما ان حضرتك قاعد مع الدكتوره غاده وهي عارفه قد ايه هي بتساهم في تنميه قدرات اعضاء التدريس، بس الموضوع اكبر من انك تساهم، انك تدرب اعضاء التدريس. انت محتاج مجموعه من الوزراء، وزير التعليم ما قبل الجامعي، وزير التعليم الفني، وزيرة القوى العاملة أو وزير القوى العاملة، وزير التعليم. الناس دي كلها لازم تقعد مع بعضها وتحط خطة إن أنا بعد 5 سنين أنا هطلع نموذج أو مجموعة من البشر مؤهلين. طيب اسمح لي يا دكتور عبد العزيز، الموضوع يعني أكبر من إن ناخد رأي حضرتك فيه في مداخلة، فيعني اعتقد ان المبادره دي احنا محتاجين نخصص لها وقت اطول، او حضرتك تشرفنا على الهواء، فنرجو ان شاء الله وقت حضرتك يسمح في مرات قادمه. دكتور عبد العزيز عماره، الاستاذ بكليه الزراعه جامعه اسكندريه وخبير الموارد البشريه والخبير الدولي للتدريب، شكرا جزيلا لهذه المداخله. مش باقي عندنا وقت كبير، يعني في اقل من نص دقيقه الخلاصه اللي حضرتك تحب تقولها لنا كخروج من مسألة عقد مقارنة قد تكون ظالمة للبحث العلمي في مصر. احنا عايزين نهتم من أول ما بندخل الطالب في ابتدائي نعلمه الانتماء، نعلمه من الأسرة تاخد دروس، لأن معلش احنا مفتقدين برضو دور الأب والأم في البيت إلى حد ما. ازاي يعلموا الانتماء والولاء، نبتدي نكبر بالطالب يحس بانه له دور في مجتمعه، له دور في انتمائه لبلده، وده بعد كده هيتفوق في بحث علمي او في غيره. بيدي كل طاقاته، وده شفناه في بعض المواقف البسيطه اللي شفناها مع الشباب اللي بنتعامل معاهم في الطلبه. لقينا ابداعات ولقينا بصراحه مردود هايل واستعداد رائع ان هم يتحولوا، ولكن محتاجين الاحتضان والمثل الاعلى. يعني انا بشكر وجود حضرتك معانا النهارده. تعبناكي وجبناكي من اسكندريه، وهترجعي اسكندريه دلوقتي تاني، فترجعي بالسلامه ان شاء الله يا دكتوره. تحياتنا لحضرتك وشرفتينا. كان معانا مشاهدينا الكرام دكتوره غاده حموده، مديره مركز تنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس والقيادات في جامعه اسكندريه. تحياتنا لحضرتك وكل اعضاء هيئه التدريس في جامعه اسكندريه. انتهت هذه الحلقه مشاهدينا من خط ازرق. الأسبوع المقبل لقاء جديد إن شاء الله.